السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعي إبراهيم المنيسي في كل مكان. كابتن عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي بيستكمل جهازه ويبدأ تصحيح الخطأ الأول الأكبر اللي وقع فيه خوزيه ريبيرو المدير الفني المخلوع. هنيجي لتفاصيل، لكنه خلينا في البداية نشاطر الكابتن خالد بيبو الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى شقيقه في مدينة السويس. سافر خالد بيبو وشيعت جنازة شقيقه اليوم، ونعى النادي الأهلي الفقيد وقدم واجب التعازي والمواساة للكابتن خالد بيبو. ربنا يرحم شقيقه ويلهم أسرته وخالد إن شاء الله تعالى الصبر والسلوان. كانت صدمة كبيرة لخالد بيبو تلقي هذا الخبر، بندعو له إن شاء الله تعالى بالصبر وللمرحوم المغفرة بإذن الله. كابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة الجديد هو موجود في دبي، بيعدل موعد العودة إن شاء الله تعالى ويجي سريعا لبدء مهام العمل إن شاء الله. أول ما هيجي وليد صلاح عنده يعني 4-5 ملفات هامة وعاجلة. اجتماع أول هيكون مع الكابتن محمد يوسف عشان يستلم من المدير الرياضي كل شؤون الفريق الأول ويبدأ يرتب أولوياته في التعامل مع هذه الأمور، ويشوف الكابتن يوسف وصل لغاية فين وهو هيكمل بعد منه على هذه الملفات، سواء ما يتعلق بلائحة الفريق، ما يتعلق بعقود اللعيبة والواجب تمديدها، وكذلك ترتيبات الفترة اللي جاية. واجتماع آخر لوليد صلاح بعد عودته للاجتماع مع الكابتن عماد النحاس المدير الفني. عماد النحاس استكمل تشكيل جهازه المؤقت. كابتن عادل مصطفى مدرب عام استأذن من نادي زد للعمل في النادي الأهلي، وكمان أمير محمد نجيب مدرب مساعد، وأمير عبد الحميد مدرب لحراس المرمى. ناس كتيرة كانت اتكلمت على إمكانية إنه الكابتن أحمد ناجي كبير مدرب الحراس دلوقتي يجي يستلم العمل كمدرب لحراس المرمى. الحقيقة كابتن ناجي الراجل حاطط نفسه دايما في خدمة النادي، هو بيقوم بعمل كبير في قطاع الناشئين في الإشراف على حراس المرمى الشباب وأيضا مدرب الحراس وتأهيلهم، وده عمل مهم جدا بيقوم بيه بصراحة بهمة وكفاءة وخبرة كبيرة. لكن ما كانش هيتأخر على الفريق الأول، لكنه لحد طلبه ولا هو كمان كان مستعد إنه يرجع يشتغل عمل ميداني تاني، وإن كان لو الدنيا زنقت والطلب أكيد ما كانش هيقول لا. لكن البركة في الأجيال الجديدة. أمير عبد الحميد مدرب كفء أيضا، كان له تجربة إدارية في أكاديمية الأهلي، لكنه رجع اشتغل تاني مدرب حراس وعمل دورات كويسة ودخل لمنتخبات الناشئين. الفترة الحالية منتخب الناشئين تحت 16 ما عندوش أي ارتباطات. استأذن من اتحاد الكرة انه يجي يشتغل في النادي الأهلي خلال الفترة ديت لحين استكمال الجهاز الفني او الاستقرار على الجهاز الفني الجديد. عادل مصطفى كمان مع عماد النحاس الحقيقة إضافة فنية نوعية مهمة جدا، سواء على المستوى الشخصية أو على مستوى الكفاءة الفنية. وليد صلاح الدين سعيد جدا بالقرار وسعيد بالثقة بتاعت الكابتن خطيب ولجنة التخطيط، والناس عارفة أو الكبار شوية فاكرين إنه كابتن خطيب لما جه يعتزل اختار خليفته في الملاعب وامتداده في الملاعب واداله فانيلته ساعتها لما استبدله كان وليد صلاح الدين. كان ناشئ موهوب وقتها، تتكلم في موسم 87-88، ودخل الحقيقة وليد صلاح عمل بعد كده مسيرة هايلة جدا مع النادي الأهلي. كل زمايله واللي أكبر منه فرحوا له، بل إنه معظمهم شايف إنه القرار تأخر كتير، بما فيهم الكابتن سيد عبد الحفيظ شايف إنه القرار تأخر كتير بالنسبة لوليد، لكنه أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي. والسيد وكل الناس عندها ثقة كبيرة جدا في قدرات وليد صلاح الدين وكفاءته وخبراته الكبيرة اللي تقدر تعدي بيه إن شاء الله، تعدي بالفريق.
وليد صلاح الدين في تأكيداته على انه جمهور النادي الاهلي يطمن، مفيش اي خوف ولا قلق على النادي الاهلي خالص. قال لك الاهلي عنده كل الامكانيات الهائله جدا، لعيبه على اعلى مستوى، رئيس نادي راجل اسطوري على حد وصف وليد، وهو دي الحقيقه، وجمهور يهز الصخر. عنده ثقه كبيره في انه المرحله الجايه هتعدي ان شاء الله تعالى بافضل النتائج واعلى العروض ان شاء الله. يرجع بالسلامه وليد صلاح الدين من دبي ويبدا يستلم الملفات ديت بشكل مهم. بكره ان شاء الله تعالى الخميس الاهلي بيبدا اولى خطوات التدريب مع الكابتن عماد النحاس. الجهاز الجديد اول خطوه عايز يعملها عماد النحاس تصحيح الخطأ الكبير اللي كان واقع فيه خوزيه ريبيرو، مش تدخلا ضد الراجل ولكن لان الكل كان شايف، وهو انه خطأ توقيت التمرين. فكرة التمرين الساعة 10 والساعة 12 دي مسألة قاتلة جدا، كان عليها ملاحظات كبيرة. اول نقطة لتصحيح المسار بكرة تمرينة الاهلي الساعة 6 مساء، وهيفضل الاهلي يتجمع 5 ونص ويتمرن الساعة 6 طوال الفترة اللي جاية، لانه انت كمان عندك ماتشين هتلعبهم الساعة 5 في التوقيت الجديد. الخمس ماتشات اللي باقيين لك هتلعب يمكن حرس الحدود يوم 23/9 هتبقى الساعة 5، وماتش كهرباء الإسماعيلية يوم 5 أكتوبر هتبقى الساعة 5، لكن الثلاث ماتشات التانيين سواء انبي الماتش اللي جاي على طول يوم 14 أو سيراميكا أو الزمالك دول كلهم الساعة 8 مساء. فأنت كان في تحفظ شديد على توقيت التدريب اللي الراجل بيختاره ريبيرو، والمسائل كل مجمع على انه اكبر مشكلة كانت بتواجه الاهلي في الماتشات مع ريبيرو مشكلة العامل البدني، وانه التدريب في وقت الظهيرة ما كانش ابدا الميعاد المناسب او المقبول. وانا واحد من الناس اللي اتكلمت بمنتهى الوضوح فيها وقلت الراجل لازم يراجع فيها. اللي انا عرفته انه كانت وجهة نظر خوزيه ريبيرو انه عايز اللعيبة تتجمع مع بعض تقضي مع بعض أطول فترة، فلما تتجمع 8 ونص وتتمرن 10 شايف إنه ده وتخلص 12 قضوا مع بعض 4-5 ساعات، وشايف إنه ده يخليهم يظبطوا مواعيد النوم لأنه هيصحوا بدري. فالحقيقة هو راجل منظم جدا، منظم بشكل دقيق كمان. كان بيشتغل من 5 الصبح يجهز شغله وبيحضر كل حاجة وبيكتب كل حاجة وبيوثق كل يوم ايه اللي حصل لكل فرد. فهو على المستوى التنظيمي كان دقيق جدا وكان موثق قوي. انما على جزئية اختيار التوقيت في الاجواء يوليو اغسطس نتمرن الظهر دي قاتلة خلت المخزون البدني والعضلي عند اللعيبة متأثر جدا، خلت اللعيبة بتتمرن وهي في حالة زهق وغضب. تراجع لكنه صمم على موقفه. حتى الأيام اللي الأهلي اتمرن فيها الساعة 6 الأداء اتحسن شوية. إنما ده يخلينا إيه، خلاص الراجل مشي يعني وتوجه له الشكر، وهو عبر عن تقديره واحتراماته للنادي الاهلي وسعادته بده. لكن يخلينا اقول انه في امور يا جماعه ما تتسابش كده مطلوقه، يعني ما تتسابش الحبل على الغارب. كوتش على عيننا وراسنا، لكن انت بتتكلم في قياده فنيه في النادي، قياده كرويه في النادي على مستوى الكابتن محمود الخطيب، الكابتن مختار، الكابتن زكريا ناصف، كابتن محمد يوسف، كابتن عماد النحاس. كل دول كباتن كبار جدا ومنهم مدربين كبار وكلهم ليهم تجارب كتيرة. الوضعية بتاعت التدريب في عز النار القايدة ديت ما كانش ابدا التوقيت السليم والمناسب، والفريق دفع ثمنه في الحالة البدنية والذهنية اللي كان عليها. فخلاص درس كبير ونتعلمه. مش كل خواجه هيدينا هيقف على السبورة واحنا تلامذة، لا، في امور ده جو بلدنا واحنا شايفينه وشايفين احواله، فعلى الاقل في امور لابد من مراجعة فيها. درسه خلص، لكنه التصحيح ده
على الفتره اللي جايه امر مهم جدا. كابتن عماد النحاس الحقيقه ما قداموش عدد لعيبه كتيره، لانه هو هيجمع بكره الفريق منقوص من حوالي 12 13 لاعب او اكتر، يمكن 15 لاعب كمان. لان لما الاجانب يسافروا ابص الاقي انت عندك كمان فيه مع المنتخب الاول محمد الشناوي ومصطفى شوبير واحمد سيد زيزو ومروان عطيه ومحمد هاني واحمد نبيل كوكا ومحمود حسن تريزيجيه. طيب الاقي مع منتخب التاني مع كابتن حلمي طولان كريم فؤاد ومصطفى العش ومحمد مجدي قفشه وحسين الشحات. انت بتتكلم في 11 لاعب في المنتخبين. اشرف داري سافر لبلده للانضمام لمنتخب المغرب وهيتشاف تقرير طبي له معاهم. اليو ديانج نفس الحكايه منتخب مالي. جراديشار نفس الحكايه. فانت على مستوى الاجانب دول مش متاحين معاك دلوقتي. منتخب الشباب اللي انت بتاخد منه وتدعم صفوفك متاخد معظم لاعبين مع منتخب الشباب واسامه نبيه وهكذا. ده حتى الحارس الشاب حازم جمال متاخد برضو منتخب ناشئين. فموجود محمد سيحة فقط. فعماد النحاس مع المجموعة اللي موجودة هيطمن من الدكتور احمد جاب الله على الحالة بتاعت المصابين. انت دلوقتي خلاص ما عادش عندك حد في الاصابات. مروان الراجل تعافى وراح للمنتخب وموقوف في مباراة اثيوبيا، لكنه حسام حسن بيأكد على جاهزيته لمباراة بوركينا يوم 9. يبدأ الكابتن عماد النحاس يرتب أوراقه بشكل كويس، هو الكابتن عادل مصطفى ومحمد نجيب وأمير عبد الحميد، ومعاهم محمد الشيحي كمان أخصائي التأهيل، جهاز فني أهلاوي لمهمة انتقالية. هل هذا الجهاز هيكمل مدة قد إيه لغاية لما لجنة التخطيط تنتهي من اتصالاتها الخارجية والتعاقد مع المدرب الجديد؟ وبمناسبة المدرب الجديد، الأهلي عنده ترشيحات كتيرة وعنده سير ذاتية كتيرة، وأنا ما بحبش أدخل في منطقة اتصلوا بعلان وفلان قال لهم لأ وعلان هيجي وفلان قال لأ، ويبدأ الترويج لسلعة معظمها بتاعت وكلاء، لأنه المعلومات الحقيقية مش بكتير بتبقى متاحة إلا إذا طلع موقع أجنبي أو صحيفة أجنبية قالت إنه عندهم حد الأهلي تواصل معاه، ساعتها بتتقال، لكنه دون ذلك يظل الأمر كله محل اجتهادات، وفي كتير منه ترويج لترشيحات ومصالح الوكلاء والسماسرة والعاملين عليها. بالمناسبة دي يا جماعة خدوا بالكم، لأنه ناس كتيرة بتعلي سقف الطموحات عند الجمهور. فاكرين في مرحلة سابقة ناس اتكلمت على يورجن كلوب، ومرة اتكلموا على مورينيو، ومرة اتكلموا على سباليتي. فانت بتبص تلاقي ناس كتيرة ترمي أسماء لا طاقة لكم بها. يعني مفيش نادي مصري هيقدر على الأرقام بتاعة الفئة بتاعة مورينيو وكلوب والناس ديت. دي المسائل فوق الطاقة خالص، ولكن دي بتعمل هاي اكسبكتيشن او ترفع مستوى سقف الطموحات قوي والتوقعات عند الجماهير. فلما تيجي تجيب حد يقول لك قلت لنا علان وفي الاخر ترسي على فلان، يا عم ما حدش قال لك علان ده خالص، ما حدش قال لك علان ده خالص. انتوا بتحاسبوا الاهلي على اجتهادات الاخرين. خليكوا في انه الاهلي بيعرف يدير اموره في سرية تامة، بيتفاوض وفقا لترشيحات وقدرات قدرات المالية وايضا المواصفات اللي عايزها. انا دايما عندي مقولة انه المدرب الاجنبي ده بطيخة مقفولة وانت وبختك، لكن اللي انا بتمناه ان انت تروح للليفل المناسب وتروح للمعايير المضمونة وتروح للسي في القوي، خاصة فيما يتعلق بالسمات الشخصية. مش اي مدرب هيتحمل ضغوطات نادي بقيمة وحجم شعبية الاهلي وبطولاته. نادي شعبيته هي الأعلى، الأهلي يصنف على فكرة عالميا بين الأندية الأكثر جماهيرية. فأنت عندك جمهور مكتسح جدا، جمهور ثقافته اتربت على البطولة، ملوش علاقة بالنتائج الماتشات إلا المكسب. بتلعب أي فريق في العالم هو عايز يكسب، هي دي شخصية الأهلي ودي ثقافة الفريق. فأنت بتبقى عايز مدرب
الى حد كبير تدور معاه على المكون بتاعه ده، مش بس ان هو يبقى عنده طموح للنجاح، يبقى عنده خبرات هذا النجاح. فاتمنى وفقا للمعايير الموضوعة والسير الذاتية المتاحة انه مسؤول النادي ان شاء الله تعالى يتمكنوا من انجاز ما هو افضل. وزي ما قلت لكم خليكم مع ما يعلنه النادي بشكل رسمي، لانه كل ساعة هتسمعوا اسماء وهتشوفوا حواديت، واللي هيقول الحدوتة دي بكرة هيقول عكس الاسم، وهتفضل دايما في نفس الدائرة. انما ان شاء الله تعالى ربنا يلهم المسؤولين الصواب في اختيار الافضل للاهلي ان شاء الله. المنتخب الاول بيواصل استعداده للمباراة اثيوبيا ان شاء الله تعالى يوم الجمعة. لكن في حاجة سخيفة كده حاصلة بين النجوم الكبار، ما احبش انها تحصل. يعني لما تتكلم على اسماء تقيلة قوي في حجم الكابتن شوبير والكابتن احمد حسن والكابتن عصام الحضري، لا المسائل ما يصحش. كابتن شوبير نصح الجهاز بتاع منتخب الكابتن حلمي طولان، ونصح مسؤول اتحاد الكرة بسبب الكلمتين اللي قالهم عصام الحضري انه عندنا العميد على احمد حسن. ففهم انه الكابتن شوبير بيجامل الكابتن حسام حسن وبيدافع عنه. احمد حسن رد قال له يا كابتن رقمي عندك، ولو كانت النصيحة تطلبني عشان تقول لي النصيحة اكيد لو كويسة هكون متشكر جدا وهعمل بيها، لكن اما وانك انت اخترت ان النصيحة تكون على الهوا فانا ردي ليك كمان هيكون على الهوا. وراح قايل بعض الكلام اللي اشوف انه كتير منه مش مناسب، وقال له احتفظ بنصيحتك لنفسك وركز في شغلك، وكفاية اللي حاصل واللي بنسمعه واللي بنشوفه كل يوم. كلام كان كتير منه ما تعودتهوش انا شخصيا من احمد حسن، وكلهم اصدقاء وكلهم ليهم الاحترام والتقدير، اذا كان الكابتن شوبير او الكابتن احمد حسن او الكابتن عصام الحضري كمان هو الاخر ما سكتش ورد النهارده ايضا بتعليق عنيف شويه. لكن ده بالمفارقه الحضري النهارده 4 سبتمبر ذكرى اول يوم لعب فيه بفانيلة النادي الاهلي، وكان مكان الكابتن شوبير في 4 سبتمبر 96. يعني انت بتتكلم في 30 سنة فاتوا. وقتها كان البطولة العربية والاهلي بيلعب مع اتحاد بليدة الجزائري، الاهلي فاز 5-1. اول مباراة لعصام الحضري مع النادي الاهلي مكان الكابتن احمد شوبير والكابتن عصام الحضري. على فكرة يوميها الاهلي فاز 5-1، كابتن حسام حسن اللي حضر دلوقتي ضده جاب جون، والكابتن وليد صلاح اللي بيرجع يمسك فرقة النادي الاهلي كمدير للكرة بعد طول انتظار جاب جون، وكشري وسيد غريب سجلوا كمان ومشير حنفي الاهداف الثلاثة الثانية. لكن دي كانت مفارقة انه في مثل هذا اليوم ازاح عصام الحضري احمد شوبير من عرين الاهلي. فدلوقتي المسألة اختلفت خالص فيما بينهم. اشوف ان هي خناقة ملهاش اي لازمة. اشوف انه اتحاد الكرة لازم حد زي الكابتن هاني ابو ريدة يقول لجهاز الفني للمنتخب الاول والثاني نركز في شغلنا. كابتن احمد حسن قال لك انا ده تكليف بالنسبة لي مدير المنتخب، وانا متطوع ما باخدش اجر، وان انا بحاول ارد جزء كبير من فضل المنتخب الاول عليا واسهامه في صناعة اسمي، فانا متطوع مانيش واخد اجر. لكن بيرد على احمد شوبير بهذا الشكل. اتمنى ان الامور تهدى، لانه بصراحة اللي قدامنا كتير ومشوار صعب. كل التوفيق ان شاء الله. شكرا لحضراتكم.